عمره 18 سنة فقط، لكنه لعب كأنه نجم مخضرم خاض عشرات المعارك الدولية. في أول ظهور رسمي له مع المنتخب المغربي الأول، خطف أيوب بوعدي الأنظار وأثبت أن أسود الأطلس قد كسبوا جوهرة كروية استثنائية. النجم الشاب الذي اختار حمل ألوان المغرب قبل أسابيع قليلة وجد نفسه مباشرة أمام اختبار من أصعب الاختبارات، مواجهة البرازيل خماسية التتويج بكأس العالم وأحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب. كثيرون توقعوا أن تكون المباراة صعبة على اللاعب الشاب، لكن أيوب بوعدي كان له رأي آخر. من الدقيقة الأولى فرض حضوره في وسط الميدان وتحكم في رتم اللعب، وأظهر ثقة وهدوءا يذهلان كل من شاهده. في بناء الهجمات كان حاضرا، في الانتقالات كان حاسما، وفي الالتحامات كان مهيمنا، حتى استحق بجدارة جائزة رجل المباراة بتقييم مرتفع بلغ 8 من 10. وعندما ننظر إلى الأرقام ندرك حجم العرض المذهل الذي قدمه النجم المغربي الشاب: 60 تمريرة ناجحة من أصل 66، دقة تمرير وصلت إلى 91%، 29 تمريرة ناجحة في نصف الملعب المنافس، 11 صراعا ربحها من أصل 14، 4 مراوغات ناجحة من 5 محاولات، و89 لمسة كرة، وهو الرقم الأعلى بين جميع لاعبي المباراة. أرقام تؤكد أن بوعدي لم يكن مجرد مشارك في اللقاء، بل كان أحد أبرز صناعه. ولكن ما أبهر المتابعين أكثر من الأرقام هو النضج المذهل الذي أظهره اللاعب. عند الضغط كان هادئا، عند الاستحواذ كان ذكيا، وعند المواجهات كان شرسا وواثقا من نفسه. لقد لعب كأنه يمتلك سنوات طويلة من الخبرة الدولية، لا كشاب يخوض أول مباراة رسمية مع المنتخب الأول. المغرب يبدو أنه كسب واحدا من أبرز مواهب جيله، ومع وجود أسماء كبيرة في كتيبة أسود الأطلس فإن المستقبل يبدو أكثر إشراقا من أي وقت مضى. أيوب بوعدي أرسل رسالة قوية للعالم كله، وربما كانت هذه البداية فقط، أما القادم فقد يكون أعظم بكثير. قولوا ما شاء الله تبارك الله على لاعبنا الشاب وعلى جميع الأسود. اللهم يسر وديم مغرب. مرة أخرى يفرد النجم المغربي إسماعيل الصيباري اسمه على الساحة العالمية، فقبل انطلاق كأس العالم 2026 جاء اعتراف جديد من أحد أكبر مواقع الإحصائيات وتحليل البيانات في العالم، اعتراف وضع نجم أسود الأطلس ضمن نخبة اللاعبين المنتظر تألقهم في المونديال المقبل. وفقا لتقرير نشره موقع أوبتا أناليست العالمي، تم اختيار إسماعيل الصيباري ضمن قائمة خاصة تضم 26 نجما يتوقع أن يكونوا من أبرز الوجوه في كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك. ولم يكن الصيباري وحده في هذه اللائحة المرصعة بالنجوم، فقد ضمت أيضا أسماء لامعة، على رأسها النجم الإسباني لامين يامال، والفرنسي مايكل أوليزي، والبرتغالي فيتينيا، والبرازيلي لويس هنريكي، والألماني ألكسندر بافلوفيتش. وشهدت اللائحة أيضا حضور نجوم واعدة من مختلف قارات العالم، مثل الهولندي دونييل مالين، الأرجنتيني نيكو باز، الأمريكي ريكاردو بيبي، السنغالي لامين كامارا، الإيفواري يان ديوماندي، الجزائري إبراهيم مازا، الأردني موسى التعمري، التركي أردا جولر، الإكوادوري ويليان باتشو، والكرواتي لوكا فوشكوزيتس، في تأكيد على أن المونديال المقبل سيكون مسرحا لظهور جيل جديد من النجوم. لكن لماذا الصيباري؟ لأن أرقامه مرعبة بكل بساطة، فخلال آخر موسمين في الدوري الهولندي سجل 26 هدفا وقدم 19 تمريرة حاسمة ليصبح واحدا من أكثر لاعبي أوروبا مساهمة في الأهداف. ولم يتوقف تألقه عند هذا الحد، فقد توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الهولندي لموسم 2025-2026، إنجاز كبير جعله محل اهتمام عدد من الأندية الأوروبية العملاقة قبل فترة الانتقالات. وبحسب أوبتا يسدد الصيباري بمعدل 4 تسديدات في كل 90 دقيقة، ويصنع 2.1 فرصة من اللعب المفتوح، ولم يتفوق عليه في هذه المؤشرات سوى نجمين فقط، عثمان ديمبلي ولامين يامال. أما اللقطة التي خلدت اسمه فهي ثلاثيته التاريخية أمام فينورد، والتي جعلته أول لاعب من أيندهوفن يسجل هاتريك خارج أرضه أمام فينورد منذ عام 1980. اليوم لم يعد إسماعيل الصيباري مجرد لاعب واعد في المنتخب المغربي، بل أصبح اسما يتردد في أكبر التقارير العالمية كأحد النجوم المنتظر تألقهم في كأس العالم 2026. فهل يستطيع نجم أسود الأطلس تحويل هذا الاعتراف العالمي إلى إنجاز تاريخي مع المغرب في المونديال؟ كل الأنظار ستكون موجهة نحوه. ديما مغرب.
هل نحن أمام جوهرة مغربية جديدة ستشعل المستقبل؟ في خطوة جديدة تؤكد قوة المشروع المغربي، أكملت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم جميع إجراءات تأهيل النجم الصاعد نسيم الهرموز، أحد أبرز مواهب أكاديمية فاينورد الهولندي. وفقا لصحيفة آس الإسبانية، فإن المغرب يواصل بناء جيل ذهبي جديد حتى وهو ينافس أكبر منتخبات العالم. نسيم الهرموز البالغ من العمر 19 عاما فقط يعد من أفضل خريجي أكاديمية فاينورد الشهيرة، وقد جدد مؤخرا عقده مع النادي حتى صيف سنة 2028. والأهم من ذلك أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أعلن رسميا اكتمال جميع إجراءات تأهيل اللاعب ليصبح مؤهلا لحمل قميص المنتخب المغربي خلال الفترة المقبلة. وليس هذا كل شيء، فالمغرب يواصل جني ثمار استراتيجية ناجحة جعلت من أسود الأطلس وجهة مفضلة للمواهب المغربية في أوروبا، وهي الاستراتيجية التي قادت المنتخب إلى إنجازه التاريخي في مونديال قطر 2022. ويشغل نسيم الهرموز مركز خط الوسط الهجومي، ويتميز بمهارات فنية رائعة ورؤية مميزة للعب، مما جعله يلفت أنظار الجهاز الفني لنادي فاينورد. وبينما يستعد النادي الهولندي لتصعيده إلى الفريق الأول، اختار اللاعب الشاب أن يكون جزءا من حلم المغرب في المستقبل. فهل يكون نسيم الهرموز هو الاسم الجديد الذي سيفاجئ الجميع في الاستحقاقات القادمة؟ اكتبوا لنا في التعليقات، هل تعتقدون أن نسيم الهرموز سيحجز مكانه مع أسود الأطلس خلال السنوات المقبلة؟ في وقت يتابع فيه العالم نجوم كأس العالم 2026، خطف شاب مغربي في 18 من عمره الأنظار وفرض اسمه بين أكبر المواهب العالمية. إنه أيوب بوعدي، جوهرة المغرب الجديدة. وفقا لصحيفة آس الإسبانية، فإن المستويات المذهلة التي يقدمها بوعدي في المونديال دفعت ريال مدريد إلى تكثيف مراقبته بشكل جدي. نعم، النادي الملكي يراقب الموهبة المغربية عن قرب، فقد أبهر بوعدي الجميع أمام منتخبات عالمية كبرى، خصوصا البرازيل واسكتلندا. لم يكن مجرد لاعب وسط عادي، بل أظهر شخصية قوية ونضجا تكتيكيا كبيرا وقدرة على قيادة وسط الميدان كأنه يملك خبرة سنين طويلة. والمثير أن ريال مدريد يعتبر كأس العالم محطة مثالية لاكتشاف النجوم المستقبليين، وقد فعلها من قبل مع أسماء كبيرة مثل مسعود أوزيل وخميس رودريغيز وكيلور نافاس. فهل يكون أيوب بوعدي هو النجم القادم الذي سيحمل قميص الميرينجي؟ الأندية الأوروبية الكبرى بدأت تدخل على الخط، والمنافسة على ضم اللاعب تزداد يوما بعد يوم. أما بوعدي فقد وجد نفسه محاطا بالأسئلة بعد مواجهة اسكتلندا. الجميع أراد معرفة الحقيقة، هل سينتقل إلى ريال مدريد؟ لكن اللاعب اختار الصمت، ابتسامة غامضة ثم مغادرة المنطقة المختلطة دون أي تصريح. فهل تخفي تلك الابتسامة خبرا كبيرا قادما؟ المؤكد أن مستقبل أيوب بوعدي يبدو أكبر من أن يبقى طويلا في ليل الفرنسي، وأن النجم المغربي الصاعد يقترب خطوة بعد أخرى من أبواب العالمية. فهل نرى بوعدي قريبا في سانتياغو برنابيو؟ اكتبوا توقعاتكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك لمتابعة آخر أخبار الأسود. هل أصبح أشرف حكيمي أمام أكبر تحد خارج الملعب؟ في وقت يقود فيه المنتخب المغربي في منافسات كأس العالم، عاد اسم النجم المغربي أشرف حكيمي إلى واجهة الأحداث بقوة. فبعد أن أيد القضاء مواصلة إجراءات المحاكمة في القضية المثيرة للجدل، كسر حكيمي صمته الذي دام لسنوات وخرج برسالة قوية عبر حسابه الرسمي على منصة إكس. وقال النجم المغربي بكل وضوح: لو لم أكن مشهورا لما كانت هناك قضية من الأساس. كلمات أثارت ضجة كبيرة وفتحت الباب أمام تساؤلات عديدة حول ما يعيشه اللاعب خارج المستطيل الأخضر. وأكد حكيمي أنه اختار الصمت طوال هذه المدة، إيمانا منه بأن العدالة ستظهر الحقيقة في النهاية. وقال بأسى: اليوم تروى قصة ليست قصتي، على حساب عائلتي وحياتي، وقبل كل شيء الحقيقة. وفي تصريح لافت كشف نجم باريس سان جيرمان أنه كان ينتظر هذه المحاكمة منذ البداية، وقال: الآن أتطلع إليها، أخيرا سأتمكن من الكلام. وتعود بداية القضية إلى شهر فبراير من عام 2023، عندما وجهت اتهامات لحكيمي بالاعتداء الجنسي من طرف شابة فرنسية. ومنذ ذلك الحين ظل الملف مفتوحا أمام القضاء، في وقت أكد فيه اللاعب مرارا براءته وثقته الكاملة في العدالة. وبينما يركز الجميع على أدائه فوق الملعب، تبقى الأنظار متجهة نحو ما ستكشفه الأشهر المقبلة من تطورات في هذه القضية. وحسب التقارير فإن جلسات المحاكمة مرشحة للانطلاق خلال الأشهر المقبلة، مع إمكانية استدعاء صديقه المقرب كيليان إمبابي للشهادة أمام القضاء. فهل ينجح أشرف حكيمي في إثبات براءته وإغلاق هذا الملف نهائياً؟ أم أن القضية ستشهد مفاجآت جديدة في المرحلة المقبلة؟ أخبرونا برأيكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لمتابعة آخر أخبار الأسود.